ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليم وتيتو. النهاردة هنتكلم عن مكنة كيوسيرا وتعريف ازاي أعرف مكنة كيوسيرا على الجهاز من غير كابل نت، ومن غير ما يكون معايا التعريف، ومن غير أي حاجة. كل اللي أنا بحتاجه من غير كابل يو اس بي طبعا. كل اللي أنا بحتاجه يا جماعة إن أنا بدخل على القايمة اللي هي بتاعت دي الإعدادات اللي هي بتكون في المكنة هنا. بدخل عليها وبدخل على سيتنج، بكتب هنا اليوزر نيم اللي هو كلمة ادمن، والباسورد برضو كلمة ادمن. ونلاحظ ونراعي ان احنا كلمة ادمن الاي بس هي اللي كابيتال، وندخل عليها. ندخل على كلمة نتورك، ومن نتورك هندخل على تي سي بي اي بي، ومن هنا تشينج. طبعا احنا ممكن نلاقي دي اتش اس بي دي اون، فبالتالي مش هنلاقي اي بيهات هنا. هنقفلها نختارها من هنا اوف، هنعملها من هنا اوف، وبعدين نكتب الاي بي من فوق. من هنا هنكتب في الادرس، هندوس على ادرس ونكتب الاي بي 192 زي كده مثلا اهو. هكتب بقى على هنا 192 والدوت دي 168 دوت 1 دوت الاي بي بقى اللي انت عايز تسميه لها. انا بسميها مثلا 51. تمام. وبكتب هنا السبنت ماسك، بنكتبه اللي هو 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0. وبنكتب في الجيت واي هنا تحت. ممكن نعملها حاجتين، ممكن نعملها 192 168 دوت 1 دوت 1، او 198 162 1 دوت 192 168 1 دوت 151 دوت 51 او دوت 1. مفيش مشكله. بعد ما نكتب كده هندوس اوكي. بعد ما هندوس اوكي هننتقل بقى دلوقتي على الكمبيوتر عشان اعرفكم احنا هنعمل ايه على الكمبيوتر. الاعدادات عشان يقدر يعرف لي المكنه واقدر اطبع بيها بصوره طبيعيه. ورجعنا تاني يا جماعة عشان نقدر نكمل بقية الخطوات اللي بتتم على الكمبيوتر، وهي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كل اللي بيحصل علينا ان احنا نقدر نخش على this PC، نخش على الكنترول بانل. من الكنترول بانل بعد كده هنقدر ندخل على device and printers، ومن هنا هنقدر ندخل على printer and scanner، وهنا هنعمل add device. طبعا هنستناه يسيرش. بعد كده هقول له ان انا اعمله manually add device manually، ومن هنا هختار ان هو بالاي بي وبقول له نيكست، واكتب هنا اي بي المكنه بتاعتي اللي هي عندي 192.168.1.1.51، وبقول له نيكست. في الخطوه دي بعد كده هيجيب لي التعريفات، او ان هو خلاص لقى المكنه، والمفروض ان هو هيبدا في مرحله التعريف. مرحله التعريف هي في بعض الويندوز هتلاقوا فيها التعريف موجود مرفق مع ملفات الويندوز اصلا، وفي بعض الويندوزات ممكن ما يكونش فيها اصلا مرفق الويندوز اصلا. طيب هو هنا عندي هو عرفها تلقائي، الويندوز هنا عرفها تلقائي، بس هو مش الطبيعي ان هو ممكن يعرفها تلقائي. هو ممكن يجي يقول لي ان هو مثلا مش لاقيها ومحتاج التعريف بتاعها. فانا برضو ده كده كان من ويندوز 11، ويندوز 10 هيبقى نفس المنظر برضو نفس الكلام. فانا دلوقتي هجرب لكم بطريقة تانية من على ويندوز 7 برضو عشان يبقى كل الطرق واضحة مع حضراتكم. نيجي هنا بقى من ويندوز 7. دلوقتي احنا ركبنا وشغلنا البرينتر عليه. البرينتر هي مش متعرفة اصلا. تمام. طيب احنا هنخش نعمل ايه؟ هنعمل نفس الخطوات اللي احنا كنا بنعملها في ويندوز 11 او ويندوز 10. هندخل على الكنترول بانل، ومن الكنترول بانل هندخل عند ديفايس اند برينترز، ومن هنا هنعمل كليك يمين اد برينتر، وهنختار النتورك. وطبعا هنستناه شوية. لو هو جاب هنا برينترز موجودة في النتورك هنبدأ ان احنا نتعامل معاها. طيب لو ما جابش هنبدأ هقول لكم على الحل. هنستنى بس لحظات. هو كده ممكن ان هو ما يشوفهاش، بس برضو في ساعات بيشوف البرينتر. اهم حاجة بس ان احنا نكون عاملين الاي بي بتاعها مثبتينه من على البرينتر بالطريقة اللي انا وريتها لكم في بداية الفيديو، وهي دي اصلا اللي احنا هنتعامل بناء عليها بعد كده. طيب هندخل printer not enlisted، وبعد كده هنكتب هنا الاي بي، هنقول له عن طريق ال TCP address او الهوست، وهنكتب هنا الاي بي 192
192.168.1.1.51 اللي هو الاي بي اللي انا ثبته على البرينتر، وهقول له يسيرش. طيب هو دلوقتي يسيرش، هو لقى هنا برينترين. لو التعريف بتاعهم ظهر بالنسبه لي ان انا اقدر اسطبه ومش هيحصل فيهم مشاكل، مفيش مشكله، اقدر ان انا اسطبهم عادي. طيب لو انا عندي التعريف ده، لو انا في حاله ما عنديش التعريف ممكن ان انا اعرف، بس بالطريقه دي مش هيبقى موجود كل الفيتشرز بتاعه البرينتر. يعني مثلا لو انا الاكس بي اس ده هو مجرد ان هو بيعرف لي البرينتر طباعه فقط لا غير، مش بيظبط لي مثلا الالوان لو هي الوان، او مش بيحط لي فيها الفيتشرز الباقيه بتاعتها كمساحه ورقه او الكلام ده كله. فانا ببدا ان انا هنا هقول له هاف ا ديسك، لان انا عندي التعريف بتاعها، وهقول له براوز، وهجيب مكان التعريف بتاعها عندي اهو. هختار بقى اذا كان التعريف ده 32 ولا 64، لان انا عندي الويندوز 32 ده. هختار كلمة I am set up، هو ده التعريف، هختارها كده واقول له اوكي. فمن اوكي هنا بدأ بص يظهر لي بقى التعريفات الدقيقة للبرينتر نفسها. تمام. فانا هنا التعريفات الدقيقة للبرينتر، انا على حسب كل نوع برينتر بقى انت هتختار نوع البرينتر بتاعتك. انا البرينتر بتاعتي 3551 سي اي اللي هو ده اللي انا هختاره، وهقول له نيكست. فهنا هيبدأ انا اهو سمالي اسم البرينتر بتاعتي هنا، وهقول له نيكست، وهبدأ ان هو هنا بيعمل انستولينج للبرينتر. طبعا هقول له انستول. قال لي هنا هي متسمية على الشبكة، لو انا عايز اعملها لوكال بقى هقول له دونت شير، لو انا مش عايز اشيرها. وهنا بيسألني لو انا هشيرها على نتورك بحيث ان انا احط اللوكيشن بتاع الشير والكومنت، لا انا هقول له دونت شير، انا مش محتاج ان انا اشيرها اصلا على النتورك، انا بس بعرفها بيني وبين جهازي. وهنا كده خلاص هقول له فينيش. انا كده لو جربت ان انا مثلا ادخل على اي وورد مثلا ملف تكست، وهقول له برنت كنترول بي، ادي البرينتر بالنسبه لي. لو انا دخلت هنا، دي الفيتشرز بقى اللي انا اقصدها يا جماعه، اللي هي الالوان اهي، اذا كان اسود ولا الوان، مقاس الورقه، الدوبلكس، بقيه الفيتشرز كلها بتاعت البرينتر. طبعا انا لو كنت اخترت التعريف اللي هو الاكس بي اس اللي هو ده مش بيكون فيه اصلا الحاجات دي كلها، الفيتشرز دي كلها، او ده اللي بيكون شكل في الاكس بي اس. فانا بالنسبه لي انا محتاج الفيتشرز طبعا، لان الاكس بي اس ما بيدينيش فيتشرز خالص، هو مجرد ان هو برنت بس. فانا بحتاج الفيتشرز، فانا بختار دي البرينتر بالنسبه لي، وبختار بقى الفيتشرز كلها، ورقه بالعرض، ورقه بالطول، ورقه بالعكس، ورقه معدوله، ايا كان الدرج اللي انا بسحب منه الورق. فطبعا كل الفيتشرز كلها بتظهر من المكان ده. طيب احنا كده عرفناها في ويندوز 11 ويندوز 10 وويندوز 7. اتمنى يكون الشرح كان عجب حضراتكم، وان هو وصل لكم بصورة مظبوطة وصحيحة. تاني هعيد معاكم الخطوات. احنا الاول عرفنا البرينتر، حطينا اي بي ثبتناه للبرينتر من عن طريق المكنة نفسها. ندخل على الاعدادات بتاعتها والبرنامج بتاعها وعلى النتورك، وبنثبت الاي بي. بعد ما بنثبت الاي بي بنبدا ندخل هنا من على الجهاز، وندخل على الكنترول بانل، ومن الكنترول بانل بنجيب ان احنا بناد ا ديفايس. طبعا هنا البرينتر خلاص اتضافت بتاعتنا هنا، وطبعا عشان نخليها تطبع هي الاساسيه كليك يمين عليها وسيت از ديفولت. هنا كده هي اوريدي هتطبع الاساسيه لان هي عليها تشيك مارك، فهي كده هتطبع الاساسيه خلاص. فاحنا كليك يمين تاني وهندوس اد برينتر، وهنقول له ان هي من على النتورك، وهنختار دي. ومن هنا هنبدا ان احنا نعمل ان هي بالاي بي، ومن الاي بي بنبدا ان احنا نحط الاي بي بتاعنا. تمام. وهقول له نيكست، وهيبدا ان هو يتعرف عليها، وهنبدا ان احنا نحط التعريف في حالة لو هو مش موجود، او لو موجود وحابب ان انت تشتغل بالتعريف اللي هو الاكس بي اس بس، مفيش مشكلة، هيشتغل معاك برضو عادي. لكن لو حبيت تشتغل بالتعريف المكنة الاساسية، وده الافضل واللي انا بفضله، يبقى انت هتعمل داونلود للملف ده، هتعمل داونلود للملف دوت، وهو الملف ده اللي هنبدأ ان احنا نشتغل عليه. وهو ده برضه انا هحطه لكم في صندوق الوصف تقدروا تحملوه. ده كده كده التعريف بتاع البرينتر ده. طبعا انا نسيت اقول لكم في البدايه ان ده كله مع مكن الكيوسيرا، او اي مكنه تقدر انت تحتاجها. انا كنت بجرب على مكنه كيوسيرا، ودي طريقه التعريف المكنه الكيوسيرا.
اتمنى يكون الشرح كان وافي بالنسبه لكم، ولو اي استفسار ممكن تسيبوا لي في كومنت. شكرا ليكم والى اللقاء.